في ظل زخم انتخابي عظيم، الإسكندرية وغيرها من محافظات الجمهورية تنتظر نوابا يتسمون بالحكمة بالعبقرية والإفادة لدى المجتمع السكندري وغيره من شعب مصر. أدهم بيه الوليلي، أهلا وسهلا بحضرتك. روح الشباب تتسم فيكم وفي أمثال أو أبناء الوطن الغالي مصر. اليوم أنتم في ذلك المنتدى الانتخابي العظيم من أجل أن ترفعوا راية وقامة الوطن. حدثنا عن ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر لفخامة سيادة فخامة الرئيس لإتاحة الفرصة للشباب، لأن هو دعا لتمكين الشباب وإزاي إن هو يبتدي يبقى فيه جيل تاني يكمل مسيرة الأساتذة والنواب السابقين المحترفين. كان مسيرنا طبعا الشباب يتمكنوا ويبقى ليهم دور، وده اساسه ان الحزب برضو حزب الشعب الجمهوري بينهج نهج ان الشباب اليوم هم قادة الغد. سيادتكم مش مجرد بوتقة طبيعية من الشباب، بل سيادتك سياسي ابن سياسي، وكان لي شرف اللقاء السابق مع مجدي بيه الوليلي في إحدى القنوات الشقيقة لدينا في مجموعة الحدث اليوم. تتحدث عن رفعة مصر ومكانتها، كيف ترى مصر من خلال مجلس الشيوخ 25؟ طبعا في كوادر شابة كتيرة هتشارك وهيكون ليهم تواجد كبير، وهم عناصر مدربة واعية متعلمة، هيقدروا ازاي يضيفوا. وطبعا اساس مجلس الشيوخ هو المقترحات والرؤى العامة لسياسة الدولة الخارجية، فطبعا المجلس هيبتدي يستفيد، وده اساسه ان هو بيعتمد طبعا زي مسماه الشيوخ. طبيعي ان الشيوخ بتستكمل ارائها وبتاخد عناصر الشباب، احد مراقبي الحكومة طبعا ده عنصر اساسي، فبناء عليه الشباب الفترة الجاية هتبقى ليها تمثيل جيد ان شاء الله. منتظرين نشوفك يعني احسن خلف لاحسن سلف خلف السيد الوالد مجدي بيه الوليلي، وحضرتك ادهم بيه الوليلي. شاكر ليك. طبعا كلماتنا للاستاذ احمد طرمان طبعا ان هو نتمنى له التوفيق، وان هو باذن الله يحصل على المقعد الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ. الزخم اللي موجود طبعا وده نتيجه تعب الحزب على مدار اعوام الماضيه ازاي لاظهاره وازاي ان هم يتمكنوا ان شاء الله في الاستحقاقات الحاليه ان هم يبانوا في احسن مظهر ان شاء الله.